لو عندك سكر أو ضغط أو بتحاول تخس الفيديو ده معمول ليك. هنكشف مع بعض أهم الأكلات والمشروبات اللي يا إما بتعالج جسمك يا إما بتدمر وإنت مش واخد بالك. خليك معايا، معلومات فعلا ممكن تغير حياتك. القسم الأول تنظيم السكر في الدم. أطعمة مفيدة لمرضى السكر. الشوفان بيبطئ امتصاص السكر في الدم. رقم 2 القرفة، معلقة صغيرة يوميا بتساعد على ضبط الأنسولين. رقم 3 العدس والبقوليات غنية بالألياف وتنظم الجلوكوز. رقم 4 الخضار الورقي، السبانخ والجرجير والبقدونس مليانة مغنيسيوم وألياف. رقم 5 الأفوكادو، دهون صحية بتقلل مقاومة الأنسولين. طب إيه الأطعمة اللي يجب تجنبها؟ رقم 1 الخبز الأبيض والمكرونة، بتتحول لسكر بسرعة جدا. رقم 2 العصاير المعلبة والمشروبات الغازية، قنابل سكر مميتة. رقم 3 الحلويات الشرقية، كنافة وبسبوسة ودسامة زائد سكر تسوي كارثة. رقم 4 اللحوم المصنعة، طبعا بتزود الالتهابات ومقاومة للأنسولين. طيب ايه هي بقى المشروبات المفيدة؟ رقم 1 الماء الدافئ مع الليمون على الريق، بينشط الكبد وبيقلل مقاومة الأنسولين. رقم 2 مغلي القرفة، بينظم السكر بعد الأكل. رقم 3 الشاي الأخضر، مضاد أكسدة ممتاز. ثانيا الضغط العالي، أكلات مفيدة. الموز غني بالبوتاسيوم وبيقلل أثر الصوديوم. التوم الني أو المطبوخ موسع للأوعية الدموية طبيعي 100%. البنجر اللي هو الشمندر بيوسع الشرايين وبيخفض الضغط بسرعة. الأفوكادو والسبانخ مليانين مغنيسيوم مفيدين جدا للقلب. الزبادي قليل الدسم مهم لاحتوائه على الكالسيوم. طب ايه بقى الاكلات اللي بترفع الضغط؟ رقم 1 طبعا الملح، ده عدوك الاول. رقم 2 اللحوم المصنعه بقى، السجق واللانشون والبسطرمه واللازم منه. رقم 3 المعلبات والمخللات، تركيز الصوديوم عالي جدا وبترفع الضغط بتطيره. رقم 4 الجبنه القديمه والرومي، فيها نسبه ملح غير طبيعيه. طيب ايه بقى المشروبات المفيده؟ الكركديه البارد بيخفض الضغط فورا لكن ما ينفعش للي ضغطه واطي طبعا. رقم 2 الزنجبيل بيحسن تدفق الدم جدا. رقم 3 الشاي الأخضر مضاد أكسدة وبيريح الشرايين. طيب نيجي بقى لثالثا اللي هو الضغط الواطي. إيه هي الأطعمة اللي بترفع الضغط طبيعي؟ الزبيب الأسود من أقوى مصادر رفع الضغط بشكل طبيعي. رقم 2 الملح البحري، كميات معتدلة طبعا لو ضغطك واطي فعلا. رقم 3 الجبنة المالحة زي الفيتا. رقم 4 شوربة العدس غنية بالحديد والملح. رقم 5 البيض والبطاطا، بيعززوا مستوى الفيتامينات والمعادن. طيب ابعد عن ايه؟ رقم 1 الكركديه والزنجبيل والشاي الاخضر ممكن يخلوك تدوخ. رقم 2 الصيام الطويل بدون اكل، بيسبب دوخه وهبوط. طب ايه هي بقى المشروبات المفيده لمرضى الضغط الواطي؟ القهوه باعتدال ترفع الضغط وبسرعه. الميه المالحه الخفيفه في حاله الهبوط المفاجئ. رقم 3 واخيرا عصير الرمان او الجزر، بينشط الدوره الدمويه. نيجي بقى للتخسيس السريع للناس اللي عندهم مناسبه قريبه وعايزين نتيجه سريعه. أكلات ومشروبات: بيض مسلوق زائد خيار أو خس في الفطار. شوربة خالية من الدهون في الغداء، عدس أو خضار. تفاحة أو زبادي خالي الدسم ليلا. ماء دافئ زائد ليمون زائد زنجبيل صباحا ومساء. قهوة سودة قبل التمرين ب30 دقيقة. امشي يوميا 40 دقيقة على الأقل. على الأقل. طب ايه الممنوعات؟ اي نشويات على الاطلاق، رز مكرونه عيش. الحلويات والعصاير والمقليات بالكامل مفيش، وممنوع تماما اكل بعد الساعه 8. طب رقم 5 التخسيس البطيء بقى والامن، مناسب للي عايز يغير نمط حياته من غير ضغط او حرمان. خطه غذائيه متوازنه، الفطار بيضه زائد نص رغيف زائد خضار، والسناك تفاحه او شاي اخضر، وفي الغدا صدور فراخ زائد رز بني زائد سلطه. سناك 2 زبادي لايت أو حفنة مكسرات، وفي العشاء علبة تونة بدون زيت زائد خضار سوتيه. طيب ايه المشروبات الثابتة يوميا معايا؟ ماء زائد ليمون، شاي أخضر أو نعناع بعد الأكل، 3 لتر مية يوميا. عادات يومية: امشي بعد كل وجبة 10 دقايق، مارس تمارين بسيطة حتى في البيت، نام بدري واصحى بدري، ده بيأثر في الحرق جدا. أكلات لازم تبعد عنها للناس كلها بقى: الفاست فود مفهوش ألياف وكله دهون وسعرات. العصير حتى لو طبيعي مفهوش ألياف وبيرفع السكر. الكورن فليكس والمقرمشات سكر مقنع. العيش الفينو والمخبوزات سبب مباشر في الكرش. مشروبات بتساعد فعلا في الحرق اللي هي المية والليمون والزنجبيل والخيار، الديتوكس بيساعد على الحرق، والشاي الأخضر والنعناع بيحسن الهضم وبيقلل الشهية. القهوة السوداء وبدون سكر محفز قوي جدا للحرق. وفعلا نصيحة من القلب بقى يا جماعة للثلاث حالات: ابعد عن التوتر لأنه بيرفع الضغط والسكر وبيقلل الحرق، يعني هو بيضر مرضى الضغط
وبيضر مرضى السكر وبيضر اللي عايز يخس. التوتر يا جماعة لازم نبعد عن التوتر، واللي هيساعدك في كده فعلا 40 دقيقة على الأقل مشي، وطبعا الصلاة والقرب من ربنا، وطبعا الرياضة إن أمكن حتى لو في البيت. في النهاية يا جماعة صحتك هي راس مالك، سواء عندك ضغط أو سكر أو عايز تخس، كل حاجة بتبدأ من المطبخ. شارك الفيديو ده مع اللي بتحبهم وابدأ أول خطوة في طريق حياة صحية، وما تنساش تابعني عشان كل أسبوع بنزل دليل جديد لجسمك وطاقتك ومستقبلك. وفي رعاية الله.